بربع كيلو لحمة مفرومة بس هتعملي في العيد صينية غدا عائلية من 2 كيلو بطاطس. أيوة زي ما سمعتي، في عز زحمة العيد ومصاريفه هنعمل أكلة اقتصادية جدا هتكفي عيلتك كلها وتفيد وهتشرفك. صينية البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل دي مش بس توفير، دي كمان طعمها حكاية وبتدوب في البق. وفي دقايق هعلمك ازاي تعمليها وطريقتها مفيش أسهل من كده، وهتطلعي طبقات جوسي هتاكلوا صوابعكم وراها، وبشاميل كريمي يجنن من غير تعقيد. يلا بينا على الطريقة على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنحتاج في وصفة النهاردة 2 كيلو بطاطس، والبطاطس اللي هنستخدمها بتكون بطاطس صغيرة بالحجم ده، وده أنسب حجم ليها عشان ما تاخدش سوا كتير وتعمل كمية كبيرة. ولو مش موجودة تقدري تجيبي بطاطس كبيرة وتقسميها على 2. بناخد البطاطس ونقشرها ونغسلها كويس. بنجيب البطاطس ونقطع منها جزء من فوق زي كده وجزء صغير من تحت عشان تبقى واقفة معانا وثابتة. بنجيب أي مقورة عندنا ونقورها من النص زي ما بعمل، ونخلي الطبقة من جوه سميكة شوية مش رفيعة خالص، وده شكلها بعد ما بتتقور. بالنسبة لتقوير البطاطس والقطع اللي قطعناها من البطاطس، احنا مش بنرميها، بنحطها في طبق على جنب ونغطيها بالمية عشان ما تسودش، وهقول لكم هنعمل بيها ايه بعدين. دي كل البطاطس بعد ما قورتها. لو مش هتعمليها على طول بتغطيها بالمية زي ما انا عاملة كده عشان لونها مش يغير برضو. ودلوقتي هعمل اللحمة المفرومة. انا معايا نص كيلو لحمة مفرومة وش واحد وعليها نسبة من الدهون، وانا مش هستخدم النص كيلو كله، انا هاخد منه ربع كيلو بس للبطاطس، وكمان هيتبقى منه عشان البطاطس ما بتاخدش حشو كتير، والباقي من اللحمة بشيله في الفريزر. وعلى النص كيلو لحمة بحط نص كيلو بصل متقطع مكعبات صغيرة. على النار هنحط معلقتين زيت ومعلقة سمنة بلدي كبيرة من اللي احنا عملناها مع بعض، ونسيبهم على النار لحد ما يسخنوا شوية. بنزل عليها اللحمة المفرومة من غير ما نقلبها خالص، وأول ما تاخد لون من تحت بنقلبها على الناحية التانية. بعدين بقلبها وبفتت اللحمة عشان مش تبقى ماسكة في بعضها. واحنا بنعمل الخطوة دي بتبقى اللحمة على نار عالية عشان مش تنزل كل المية اللي فيها وتنشف معانا في الآخر. وأول ما اللحمة لونها يتغير كلها بالشكل ده هنحط عليها البصل، نقلبهم مع بعض. وعايزة أقول لكم إنكم لو زودتوا في كمية البصل بتزيد كمية اللحمة، وكمان البصل بيدي اللحمة طعم جميل جدا، فمش تخافوا إنكم تزودوا فيه. بعد ما بنقلبهم بنحط عليهم التوابل: معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة جنزبيل، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة بهارات لحمة، وبنقلبهم مع بعض. وما بنحطش الملح دلوقتي خالص، بنحطه في الآخر لما اللحمة تستوي. نحط على اللحمة نص كوباية مية مغلية ونسيبها تغلي مع اللحمة لحد ما تستوي. ولو اللحمة شربت ميتها وكانت لسه ما استوتش بنحط نص كوباية كمان، واحنا بنضيف المية واحدة واحدة مش كلها مرة واحدة. وكمية المية اللي بنضيفها بتبقى على حسب نوع اللحمة، عجالي ولا جملي، أو هي كبيرة أو صغيرة. ونسيبها على نار متوسطة بعد ما تغلي ونغطيها ونسيبها تستوي براحتها. وأول ما نحس إنها بدأت تستوي بنحط في الآخر خالص الملح، وأنا بحط 3/4 معلقة ملح صغيرة. طبعا بتدوقيها، لو احتاجت ملح تاني بنزود. وهي كده اللحمة المفرومة بقت جاهزة معانا، وخدت نص الكمية بس، وعايزة أقول لكم يتبقى منها كمان. ودلوقتي هنجهز صينية البطاطس، وهنحتاج معلقتين كبار صلصة طماطم، بصلة كبيرة متقطعة حلقات، وقرنين فلفل أحمر متقطعين حلقات. بنجيب الصينية اللي هنعمل فيها ونحط فيها الفلفل والبصل والتوابل ورشة فلفل اسود ورشة ملح، ونقلب كل ده مع بعض ونفرده في الصينية كويس. بالنسبة لحجم الصينية، أنا الأول بجيب صينية وقبل ما أحط فيها أي حاجة بحط فيها البطاطس عشان أشوف هتكفي الكمية ولا لأ. ولما تيجي تستخدمي صينية الأفضل تستخدمي صينية حوافها عالية زي كده عشان تكفي المكونات والبطاطس تاخد راحتها. بنحط عليهم البطاطس اللي قورناها ونقلبهم مع بعض، وانا حطيت عليهم معلقة كبيرة لحمة لان كده كده كل حاجة في الصينية هتتاكل، لكن دي خطوة اختيارية. وقلبت كل ده مع بعض. بنجيب البطاطس ونبدأ نحشيها باللحمة المفرومة لحد نصها واكتر شوية، بس مش بنملاها على الاخر عشان لسه هتتحشي حاجات تانية. ونعمل كل الكمية بنفس الطريقة لحد ما نخلصها كلها. بنجيب كوبايتين شوربة مغلية ونحط عليهم معلقتين الصلصة ونقلبهم مع بعض. ولو الشوربة مظبوطة مش محتاجة ملح وفلفل يبقى نشيل الملح والفلفل اللي حطيناهم في الأول مع البصل. ولو ما عندكيش شوربة استخدمي كوبايتين مية مغلية ودوبي فيهم مكعب مرقة وظبطيها من الملح والفلفل وحط عليها الصلصة. ودي صينية البطاطس بعد ما رصيتها وحشيتها كلها. ودلوقتي هحط لها الشوربة، واحنا بنحطش الشوربة في البطاطس نفسها، احنا بنحطها في جنب كده.
ونحط شوربة لحد نص البطاطس مش أكتر من كده. ودلوقتي هنعمل آخر حاجة خالص وهي البشاميل. في طاسة على النار بنحط معلقتين كبار زيت وعليهم معلقة كبيرة هرمية دقيق، بنحمر فيهم الدقيق لحد ما نشم ريحته، وأول ما يبقى بالشكل ده بنحط عليه كوباية لبن ساقع وعليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، نفضل نقلبهم مع بعض كويس أول ما بنحط اللبن عشان ما يتكتلش معانا. والبشاميل اللي احنا عايزينه النهاردة هيبقى قوامه خفيف مش تقيل. بنجيب صينية البطاطس ونغطي وش البطاطس بالبشاميل، وزي ما انتوا شايفين قوامه خفيف ازاي، وده المطلوب. بالنسبة لكمية البشاميل اللي عملتها فهي يدوب غطت وش البطاطس بس مش أكتر من كده، لكن لو حابين البطاطس تبقى تحتها بشاميل كمان فزودوا كمية البشاميل واعملوا كده براحتكم خالص، بس أنا استكفيت بكده بس. واخر خطوة خالص بجيب جبنة ميكس واحطها على البطاطس، وطبعا الخطوة دي اختيارية تقدر تستغنى عنها، بس هي بتديها لون وطعم جميل جدا بعد التسوية. بنسخن الفرن على 200 درجة مئوية لمدة 10 دقايق. ندخل الصينية على صاج الفرن مش على الشبكة لمدة من تلت ساعة لنص ساعة على حسب فرنك لحد ما البطاطس ما تستوي. وأول ما تستوي بنطفي الفرن ونشغل الشواية ونحطها تحت الشواية لمدة 5 دقايق مع تدوير الصينية، وده في حالة ان وشها محمرش، لان انا محتاجتش ان اشغل عليها الشواية لانها اتحمرت لوحدها وهي بتستوي. ودي صينية البطاطس بعد ما طلعت من الفرن، وانا مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، حقيقي لازم تجربوها. وكمان شكلها ولونها لوحدهم تحفة فنية بجد، كل حاجة فيها مستوية سوا مظبوط. تقدروا بقى تقدموها جنب رز بشعرية زيي، وطبعا طريقة الرز انا عملتها معاكم قبل كده تقدروا تشوفوها، او حتى تاكلوها لوحدها، هي في الحالتين طعمها هيبهركم وهتكتشفوه بنفسكم لما تجربوها. وبكده نكون وصلنا لآخر فيديو النهاردة. وسؤالي ليكم بقى يا ستات يا شاطرين، مين فيكم هتوفر تعمل الصينية الخطيرة دي في أيام العيد؟ وهتقدموا صينية البطاطس بالبشاميل دي مع رز بشعرية، ولا هتكتفوا بالعيش البلدي الساخن بس؟ هستنى رأيكم في التعليقات. لو وصفة التوفير بتاعة النهاردة عجبتكم وحسيتوا انها فادتكم، ما تنسوش تدعموني بلايك واعملوا شير لكل أصحابكم عشان الكل يعمل غدا حلو وموفر في العيد. واللي لسه ما نورنيش في القناة يشترك ويفعل جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل وصفات العيد الاقتصادية، لأن لسه عندنا وصفات وأفكار كتيرة جاية. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير في وصفة جديدة من وصفات العيد، سهلة وسريعة إن شاء الله.